حلو العيد والروتين السنوي مرتين. شوفوا لي القصات. وهون الدفعة نشوف نعمل النظر لسه بدهم شوي ونطلع بخار. وهاي أول دفعة، كل عام وانتم بخير. ولازم نجهز عدة متي، نشب متي صباحية. عملته كله سكر ولا فيه مشكل؟ سكر. استوت هديك، استوى؟ أمروا كتير. هون بنساوي تشكيلة، شوي مأمر شوي لا بدون تأمير، حسب الرغبات، حسب الأذواق، لأنه كل حدا ذوقه شكل، وشي بده رقيق وشي بده سميك. نجهز الصينية اللي بعدها. قديش تاكل الوقت؟ 10 دقايق يعني. منتابع حاليا لنشغل المتي. شو بتساوي انواع حلوه انتو بالعيد؟ هلا نحن هذا القراص، هسه هلا بدي ساوي تمر عجوة يعني، وبدي ساوي فستق. هدول مكابس من وين جبتيهم؟ هدول جبتهم من عند العربي، بس هدول صغار، بدي المكابس الاكبر ما عم لاقي. بكره ننزلها على الشام الشهر السابع ان شاء الله، ورح تشوفوا فيديوهات حلوه على الطريق من المانيا للشام ان شاء الله. لذلك اشتركوا بالقناه باذن الله، رح ننقلكم كامل الرحله. هات لنحطها. هاي بدكم هلا تخبرونا بالمحافظات السوريه بتسووها كلكم؟ الحلبيه، الحماصه، اللوادقه؟ لا ما بتوقع، ما بتسووها، بس هاي خاصة بس محافظة الشام، دمشق. اكتبوا لنا بالتعليقات شو اشهر حلو عيد عندكم بالمحافظه تبعكم. نحن عنا القراص بالشام، وفي عنا قراص بيقولوا له قراص خميس، في عالم بيقولوا له قراص، في عالم إلا شي تسميات تانية. راس العيد، راس العيد، كعك العيد، يعني حسب. في هلا بنعمل تمر، يعني التمر او البعجو يمكن عند اغلب سوريا كلها يعني تقريبا مشتركه هي هذا الحلو. طبعا حلبي وجوز، في ناس بحبه بجوز كمان. هي هذا اشهر، هذا كمان اشهر شكل، ما هيك؟ ايه. في اشكال تانية. الطبعه اكثر شيء، هي اكثر طبعه مشهوره لهذا الحلو. ايه. فيهم يسووه بسكرين اذا واحد مثلا معه طبعا بيصير بسكرين وبسكر ستيفيا. انا مره سويته بسكر ستيفيا وبعسل. وبعسل بيزبط طبعا. نشوف الفرق، جربته يعني كذا مره، هيك وهيك وهيك. هات لنعمل نظره على الفرن. هاي لا بدها لسه بعدهم طرايا، بعدهم بيض. الوقفة ان شاء الله كل عام وانتم بخير. هلا بدي ساوي القراص، وبعدين بعد شوي بدي ابدا بالمعمول، بس لانه عندي موعد ما قلت ببدا هدول فيهم، لانه من امبارحه عجنتهم مخمرين، ما بصيروا يتخمروا زياده، فبساويهم هلا وبس ارجع بساوي الحلو هداك الثاني. بدنا نحاول ناخذ اذا زاد شيء، بدنا نحاول ناخذ معنا على هالطريق.
اذا زاد شيء. لا ما رح يكفوا لانه هدول لانه هي ما فيها غاز. والله طفت بدلها جوا بالهاي. معقولة؟ ايه خلص طفت. والله فضي. فضيت. هات لا نفك الغاز. هاي الجرة اساوي الكبسة. نسوي هاي الكبسة هيك بالفعل فضيت. وهي الجرار الجديدة جرة. انا بحطها خلاص مش الحال. هاي الجرة الجديدة. هلا مشهورين هدول في منهم بسوريا هاي الغازات. في اعصار في خلاص موديلات مختلفة. هي سعرين يعني بيقولوا لها غازات السعرين. ايوه هلا عرفت المشاوير نظبط كاس المتة. هلا الحلبية ما بيشربوا متة. اهل القلمون اكثر شيء واهل الساحل بتوقع. انتبعونا يا ريت من برات سوريا كمان تخبرونا تشرب متة. هاي يعني طبعا رقم واحد عند اهل القلمون والساحل. بعدين بتجي القهوة. في ناس بيحبوا القهوة طبعا اكثر بس انا مني بحب المتة. زوجتي بتحب القهوة. انا من جماعة القهوة. بس سوريا بشكل عام هي أكثر دولة بتشتهر بالمتة بعد موطن الأصل الأرجنتين. حتى بتشوفوا مسي بتلاقوه أحيانا حامل كاسة كبيرة هاي نفس هاي متة مشروبنا الصباحي. في عالم سبحان الله يعني بدول الخليج ما بيعرفوها أصلا. ما بيعرفوا إنه في شيء اسمه هذا مشروب. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير دائما يا رب جميعا. هلا شو بعد في عنا غير القراص؟ في عنا عجوة؟ في التمر وفي الفستق. انا بقول لها عجوة بيضحكوا علي بالبيت. بيقولوا لي تمر تمر مو عجوة. تمر عجوة. وجوز الهند في ناس بتحب. هلا في ناس بيقولوا قراص بعجوة قراص تمر. ايوه هاي انا اخذها من هذا المبدا راس بعجوة. ماشي. خبرونا شو بتقولوا لعنكم بالمحافظات. في ناس بيعملوها بكلاجة او شيء ما بعرف شو بيقولوا له كلاجة. تخمروا بقى ما عاد في مكان. ما شاء الله. طيب لشو عامله الكميه؟ بدك تاخذي يعني بدك تصدري لسوريا؟ الكميه صدر لسوريا. هي بعد اسبوع لاقوني سالوني على القراص بعد اسبوع. هاي قبل وهي بعد اسبوع سالوني. لسه بدنا شوي. وهي الصينيه الثانيه. هي أمرناها أكثر شوي من هذيك يعني فيها في عالم بتحبها مأمرة شوي. هلا أفضل إذا كان في صينيتين وحدة دغري. في بس ما في غير شخص واحد عم يشتغل. بناتي صبايا بس حاليا بالمدرسة. هذا حلو إنه يكون في جمعة هيك يشتغلوا. طبعا. هلا بالعادة بساوي أنا ومرت أخي بس لأنه كتير بكير ما خرجوا. أنا من امبارح عجنة العجنة. هات نشوف. والعجنة طلعت. الدفعة اللي بعدها. بقى ما عاد في مجال للانتظار. آمين. وهي الصينية جاهزة على الفرن دغري. قولوا يا رب. بدو حبيبات تدفوا جوا. هاي المتة بتحبوها بسكر ولا بلا سكر؟ هلا أنا بشربها بلا سكر، زوجي بيشربها بسكر أو سكرين أحيانا. حسب بقى. طبعا نحن شايفين إنه الهبال ما لازم يطلع هبال من المي بس والله مالي مروق وارجع غير المي. هلا المي ما لازم تكون غليانة لازم تكون سخنة وليست غليانة لأنه غليانة أول كاسة ثاني كاسة تمصن بيطلع القش لفوق تفرط. أما أنا ما عاد عندي مروي والله نروح غير المي. ماشي الحال نشربها هيك بس لا هلا منيحة يعني. وهاي قراصنا صارت جاهزة. كل عام وانتم بخير. ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية يا رب. خبروني بالتعليقات شو سويتوا للعيد. شو سويتوا بالعيد؟ حلو عيد. والله أنا للصراحة ما سويت غير هاد ومرت أخي ساوت معمول. هدول معمولاتها وهدول معمولات مرت أخي. يسلم إيديها يسلم إيديها يا رب. وهدول راسي راس العيد. بتمنى يعجبكم الفيديو وينال إعجابكم.
تخبروني بالتعليقات شو عملتوا انتو حلويات للعيد. حلو العيد، معمول العيد، كيف بتعملوه، شو الطريقة، بسمنة ولا بزبدة، شو بتفضلوا، طعمة السمنة ولا طعمة الزبدة، وبتساووه بقطر ولا شو اسمه نسلة. هلا بصراحة نحن عملناه بنسلة ما عملناه بقطر. كتير طيب وهش وطري بصراحة. شوفوا كيف يعني دغري بتفت وهاي القراص شوفوا كيف صارت دغري تفت. ان شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية يا رب جميعا. لا تنسوني من دعمكم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. ابقوا بخير وبصحة وعافية جميعا. سلام.